جس. الصبح بتروح تصبح على ابوها، بتلاقي واحدة نايمة في حضنه، فبتتصدم وتنزل المطبخ تغسل شوية مواعين وتلم الزبالة وتفتح التلاجة عشان تعمل فطار، وتلاقي صورتها مع ابوها وهي صغيرة، وتبص لها وتفتكر الايام الجميلة لما كانت امها عايشة، تفتكر السلسلة اللي جابتها لها امها وبتكون زعلانة على رحيلها. بيدخل ابوها يشوفها زعلانة ليه، بتقول له انت خلاص قدرت تتخطى رحيل امي. يقول لها امك ماتت من 10 سنين ولازم انت كمان تتخطي رحيلها وتشوفي حياتك. مش بترد عليه وهو بيسيبها ويخرج. تاخد كيس الزبالة ترميه وبعدين تركب عجلتها وتروح محل الملابس بتاعها هي وصاحبتها. بتدخل وايمي تقول لها قيس التيشيرت ده وتصورها وتقول لها امسحي الصورة مش حلوة، فبتوقعها عشان تاخد الفون منها. وهي بتقلع التيشيرت بيجي بن ولد اتعرفت عليه وبيشوفها في المحل ولا لا، ولكن صاحبتها بتشوفه تقول لها يخرب بيتك الواد شافك. تجري تلحقه قبل ما يمشي تقول له كنا تحت وما شفناكش، وبتعزمه على حفلة على شاطئ البحر عاملينها بالليل. وبيكون اتأخر وصاحبتها بتنشغل مع حبيبها وتسيبهم تقعد لوحدها. يجي واحد كان بيحبها زمان ويروسوا شوية مع بعض، ولما بنت صديقها يوصل يغير عليها حبيبها القديم ويضرب بنت، وبعد كده بيروحوا يتمشوا لحد المركب بتاعه وبيقول لها ايه رأيك نسهر فيه. بتوافق وتركب وتدخل تتفرج عليه من جوه وبتكون مبسوطة، وبتلاقي صور لبن مع بنات تانيين بيقول لها اصحابي. بتسكر والنوم ياخدها وتصحى الصبح تتفاجئ انه مشى المركب، فبتزعله وتقول له كنت قلت لي، فبيقول لها خلاص هرجعك انا بس افتكرت انك هتتبسطي، فبتقول له خلاص عادي. فنكمل شوية ويجيب لها فطار وويسكي، ويكون ابوها بعت لها رسائل كتير ويتصوروا مع بعض. فبتنزل تحت تشوف صور تانية وبعدين ينزلوا البحر، وبتكون خايفة تنزل بسبب حادثة زمان حصلت لها هي وامها، ولما بتنط بتكون هتغرق ويروحوا جزيرة صغيرة وسط البحر وتقول له يلا نجري، وبيحصل بينهم علاقة. بعدها بيقول لها ايه رأيك نقضي الصيف كله مع بعض، تقول له هفكر. وفجأة بتخبط في المركب ويجروا يلاقوها بنت مغمى عليها ويشيلوها وينزلوها تحت. والجس بتلاحظ وشم على ايد البنت، والبنت بتطلب الحمام، وبعد كده بتكون جس غيرانة من البنت وبتجري على بن تقول له انا فكرت ان احنا نطلع الصيف مع بعض. وبن بيبص على البنت كده، فالبنت بتلاحظ وتقفل الباب ويطلعوا يشربوا حاجة كده هي وجس وتتعرف عليها وتبقى اسمها ليكسي. وبالليل يسهروا مع بعض ويلعبوا ملك وكتابة، واللي يخسر يقلع هدومه. بيقول لهم نجرب حاجة أقوى، وبيطلع برشامه وبيشربه، ولكن ليكسي مش بتشربها، بتخبي البرشامة. وبتكون جس هي اللي شربت وبتسكر كتير معاهم. وتاني يوم بتحلم ان هي بتغرق، وبتصحى مفزوعة وبتدور عليهم. تدخل أوضة التحكم تلاقي آثار دم، وبتيجي ليكسي تقول لها الكلب ده بعد ما قال هرجعكم الصبح ضحك علينا. وبتجري جس على بنت خايفة عليه، تزقها ليكسي وتقول لها ده بيخطف البنات وبيستغلهم، وتقول لها صدقيني ده كداب ساعديني نربطه وبيدخلهم. وبتربط ليكسي جامد في ايده، وجس خايفة من اللي بيحصل، فبيفوق بن وبيقول لهم فكوني بتعملوا ايه. ليكسي بتشتمه، وبعد كده تجيب حتة قماشة وتحطها في بوقه عشان ما يأثرش على جس بكلامه. تخرج برا وتقول لجس خلي بالك منه، وتجري جس تقرب منه وتخليه يكلمها وبيقول لها ما تصدقيش، وبتزق ليكسي. ولكن لما بيطلعوا برا بتطلع صورة كده وبتقول لها بصي دي صورتي معايا زمان. وبتدخل جس تواجهه ويقول لها فكيني دي كدابة وتضحك عليكي. وبعد كده بتبلعوا برشامتين، وتخرج ليكسي تشرب مشروب معاها وبتغدر بيها جس وتضربها على دماغها وتفك بن. وبعد كده بن بيمسك ليكسي ويبقى عايز يرميها في البحر وبيقول لها ملكيش دعوة، ولكن بتفوق وبتضرب بن وبتجري ورا جس. وجس بتستخبى تحت في الكنبة، ولكن بتشوفها ليكسي وبتجري وراها تضربها توقعها في البحر. وبتشغل موتور المركب وبتمشي، ولكن جس بتركب اللانش الصغير وسلسلة بتاعت أمها بتقع منها. وبتكون ليكسي بتعذب بن وبتهدده بالبنزين وبتعذبه، مش بترضى تخليه يشرب مية. وبترجع بقى طبعا جس بتلاقي صندوق فيه مسدس وشوية صور، وبتعرف ان بن كداب وبتواجهه بالصورة. بتقوله دي ليكسي وانت كداب. بترجع ليكسي تلاقي جس ماسكة مسدس، بتقول لها انا مصدقاكي، لقيت صورتك فعلا. ولكن بيفك نفسه بن وبيخنق ليكسي وبيمسك مسدس صيد، ولكن جس بتضربه
بالفلير وبتهرب، وبيكون المركب ولع، ولكن جس بتحس ان ليكسي لسه عايشة، وفعلا بتطلع لها من البحر وبتاخدها وتمشي. وبيكون كده خلص فيلمنا الجامد. ما تنسوش تعملوا الاشتراك واللايك يا اخواتي. اشوفكم في فيلم جديد. سلام.